لو انتم من عشاق المكرونه بالبشاميل هتبقوا من مدمنين الطاجن النهارده. كفايه بقى مكرونه بالبشاميل ونقول اهلا بطاجن المكرونه بالفاهيتا، الطاجن التوب على منيو المطاعم. هنعمله النهارده في البيت، وجبه غدا او عشاء تحفه. عاوزه اقول لكم انه لازم يبقى من الطواجن الاساسيه على السفره في العزومات. انا عامله الفيديو ده لاني شايفه بوست منتشر اخر فتره انه احنا ممكن نقدر نعمل المكرونه بالبشاميل بالفراخ. نقدر يا جماعه، ونقدر نعمل اعظم طاجن فاهيتا كمان. عايزه اقول لكم ان الفاهيتا المكسيكيه دي من الاكلات الطب يا جماعه. مش هنتكلم كتير على الوصفه، يلا بينا نبتدي. اول حاجه هنبتدي بيها وهي الفاهيتا. هنعمل النهارده تتبيله فاهيتا خطيره يا جماعه. هنجهز طبق عميق علشان نجهز فيه تتبيله الفاهيتا. هنحط فيه نص كوبايه من الزيت، اذا كان زيت زيتون او زيت نباتي. ركز بقى في التوابل. معايا معلقه من البابريكا، معلقه من الكمون، معلقه من الكزبره، معلقه من الثوم البودره، معلقه من البصل البودره، ومعلقه من الثوم المفروم. ممكن تضيفي بذور الفلفل الاحمر، واساسي معانا الليمون. الليمون اساسي اساسي. هننزل بالتوابل دي كلها على الزيت وهنقلبهم وندمجهم مع بعض كويس جدا. وهنضيف شوية كزبرة خضرة مفرومة وهنميكس بقى كله مع بعضه. وما ننساش نضيف معلقة من الملح. نركز بقى هنا، انا عايزة شرايح من الفراخ، اذا كان من صدور او الوراك او ميكس اللي تفضليه. بس اهم حاجة السلايز الفراخ دي تبقى يعني لا تخينة قوي ولا رقيقة قوي، تكون وسط، لان هي لو رقيقة قوي هتتحرق منك. ونضيف بقى ربع كوباية صغيرة من الليمون، وده مهم جدا جدا. الفاهيتا مش بيبقى ليها طعم من غير الليمون، او الطاجن كله مش بيبقى له طعم من غير الليمون. الناس اللي بتحب الحاجة المززة هتحب قوي الطاجن ده. ما تستغربوش من اضافة الليمون، اضافة الليمون فعليا بتاخد الطاجن ده في حتة تانية. وهنميكس بقى تاني، وبعدين المفروض ان احنا ندخلهم التلاجة. ممكن تبيتوهم ليلة كاملة او تسيبوهم نص ساعة زي ما انا ما عملت. سيبوهم نص ساعة هيبقوا معاكي زي الفل برضه. بس لما تعينيهم في التلاجة تغطيهم علشان بس ما يغلقوش ريحة او يعملوا ريحة في التلاجة. نيجي بقى لتاني حاجة وهي المكرونة. هنحتاج مكرونة اقلام، هنسلقها في مية بملح بس، مش هنضيف عليهم اي مادة دهنية. ناخد بالنا من مستوى سلق المكرونة. بصوا انا عايزة يبقى فيها العضة بمعنى الكلمة. بصوا شايفين هيظهر معاكم حتى في الفيديو ازاي بخار هيسويها، وغير كده لما تدخل الفرن تاني عشان لما تيجي تاكليها تبقى الواحدة بوحدتها. هنجهز بقى معانا طاسة تكون كبيرة وهنحط فيها السمنة او زبدة المتوفر عندك. وبعدين هنجيب بقى الفاهيتا بعد ما طلعناها من التلاجة. ريحتها يا جماعة ما اقولكوش، هي لسه ما اتحطتش على النار بس كانت ريحتها فعليا تحفة تحفة. وبعدين هننزل بقى في طاسة تكون كبيرة. نأكد تاني الطاسة تكون كبيرة. هنبدأ بقى اللي احنا نقلبها كويس، وما تقلقوش من المادة الدهنية الكتيرة دي لان احنا لسه هنحط الخضار، فالخضار هيشرب كل ده. واول ما الفراخ تبدأ تستوي بنسبة 70%، هننزل بالسلايز الفلفل وسلايز البصل، بس تكون البصل متقطع شرايح رفيعة. هنميكس مع بعض كده لمدة 5 دقايق بس ولا حاجة. هنا بس بوريكم ان اول ما الخضار اتحط شرب كل المادة الدهنية اللي فيها. وتالت حاجة بقى هنعملها وهو صوص بشاميل خفيف او صوص الربط. هنحتاج هنا 4 معالق او كميات متساوية من الدقيق والسمنة. 4 معالق كبار من السمنة و4 معالق كبار من الدقيق. وهنحمصهم كويس جدا جدا كأننا بنعمل صوص بشاميل عادي. هفضل اقلب لحد ما ريحة الدقيق يعني ريحة الدقيق تطلع معايا وتظهر واحس ان هو استوى. هنزل ب4 كوبايات من الحليب. هنزل باول كوباية تدريجيا لحد ما يتكون معايا كده ويبقى عامل زي حتة العجين او كتلة العجين. وهفضل اقلب واستمر في التقليب. طبعا هستمر في التقليب، مش هشيل ايدي من الحلة خالص لحد ما يوصل للقوام ده. وبعدين هبدأ ان انا ازود اللبن كل مرة واحدة وايدي بتقلب. استمر في التقليب. لازم اقلب كويس عشان ما يبقاش كتل معايا ويبقى في حتت كده ويبقى طعمه مش لطيف وانت بتاكلي. نيجي بقى للتوابل بتاعته. كل اللي انا محتاجاه للتوابل: معلقة من الملح، ربع معلقة من الفلفل الاسمر، معلقة من الكمون، معلقة من ال7 بهارات. بس دي كل التوابل اللي هستخدمها على صوص البشاميل او صوص الربط بتاع الطاجن. التوابل هضيفها على الحليب ده بعد ما اشيله من على النار. كده كل حاجة جاهزة عشان ارصها في الطاجن. هجيب طواجن وهغلفهم كويس جدا بالسمنة. وبعدين هاجي هنا اجيب الفاهيتا وادقها اذا كانت عايزة ملح او كانت عاوزة عصرة ليمون كمان. الليمون مهم جدا يا جماعة. هحط المكرونة على الفاهيتا ومعاهم كبشتين من البشاميل. وهبدأ بقى ان انا
اميكس كل ده. عشان كده قلت لكم انا عايزه وok عميقه او كبيره. اضافه البشاميل ده هتخليها جوسي قوي او طريه قوي من جوه. هبدا بقى ان انا ارص المكرونه في الطاجن وعليهم صوص البشاميل او صوص الربط اللي انا عملته. لازم يكون البشاميل خفيف، خدوا بالكم من النقطه دي، لازم البشاميل يكون خفيف عشان دي بتتاكل كده في المطاعم، كل واحد كده بيتحط له الطاجن بتاعه قدامه كده وبتتاكل بالشوكه كده، مش زي المكرونه البشاميل اللي بتبقى خرط. عشان كده البشاميل لازم يبقى خفيف. وطبعا ما ننساش اضافه الجبن، عادي ممكن ما تضيفيش جبن، انت حره. زينت بجبنه وحطيت مع الجبنه فلفل زي ما بناكلها في المطاعم. هي اوريدي كل حاجه مستويه، هي هتدخل بس الفرن تاخد لون من فوق، حتى من تحت مش محتاجين ان هي تاخد لون من تحت، لان احنا كده كده هناكلها مباشره على طول. وبعدين هطلع بقى الطاجن وبس. وبس والله، صدقوني صدقوني الطاجن ده في حته تانية. يعني هيبقى ادمان عن المكرونه البشاميل العاديه، وهو تجديد. وده تقريبا كده انا عملته مخصوصا لان انا بشوف كده بوستات اخر فتره عايزين نعمل مكرونه بشاميل بس من غير لحمه، ينفع بفراخ ولا لا؟ طعمها حلو بفراخ ولا لا؟ اكيد طعمها حلو بدون فراخ، سوري، اكيد طعمها حلو بدون لحمه. يا جماعه احنا عاملين النهارده بالفاهيتا، والفاهيتا دي من اطعم والذ الاكلات المكسيكيه اللي ممكن تجربوها. اتمنى انتوا تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم تحت في الكومنتات. باي.